هلا وغلا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا بقى، فيديو النهارده هيكون عن كل حاجه اشتريتها من لوفال، رايي فيها، وده ريفيو. يعني الحاجات دي انا جايباها ماني. لو متحمسين تعرفوا كل حاجه جربتها من عند لوفال تابعوا الفيديو معايا للاخر. ما يعرفش لوفال ده براند طرح مصري. اكتر حاجه اشتهر بيها البندانه اللي هي من غير خياط. البندانه دي هي اللي انا لابساها دلوقتي، سعرها 40 جنيه، لو غليت بكتير قوي هتبقى ب50 جنيه. ده بيبقى شكلها، اللي هي ما فيهاش خياطه خالص من قدام ومقفوله كلها. فانتي لو بتحبي ترجعي طرحتك لحد ورا، في ناس بتحب كده، او بتضايقك لما بيبقى فيه خياطه في البندانه من هنا، بتضايقك كده، بتعمل حز. ده شكلها اكتر بندانه مريحه في الحياه، واسعه. اكتر بندانه ناسبه دماغي، لان انا ساعات بحس ان مش كل البندانات بتنفع مع دماغي لدرجه ان انا ساعات كنت بجيب التربون واحطها على راسي كانها بندانه. فدي ميزه بالنسبه لي، لكن عيب بالنسبه للناس التانية اللي هي دماغها صغنونه، بتحس ان هي واسعه قوي، فممكن تجيب اللي هي بيبقى فيها رباط من ورا عشان تضايقيها على قد مقاس راسك. انا جايبه منها يعني الاسود والاوف وايت، وقلت ان انا اجيب الالوان منها، بس يعني مش بستخدمهم كتير. بستخدمها دي لما بكون لابسه طرحه زيتي لونها بالظبط، ودي لسه جايباها جديد بني، وده كشمير. بس اكتر اتنين بستخدمهم الاسود والاوف وايت. وطبعا لوفال عندهم طرح كتير جدا جدا جدا، كل اشكال الطرح اللي تتخيليها، شيفون، ساتان، كريب، كويتي، قطن، جل. الطرحه دي من عندهم. الميزه في الطرح دي ان هي ما بتكويش، ان هي عمليه، ان هي بتثبت في مكانها. اسعارهم حلوه جدا كمان. دي تقريبا كان سعرها 100 او 120 جنيه اقصى حاجه تقريبا. في منها اللي بيبقى منقوش منها فيها، يعني هي اسود وفيها نقشه سودا، بس انا بحب الساده اكتر. في كمان عندهم اللي هي الطرح اللي زي دي، تقريبا اسمها طرح كويتي، دي قطن خفيف قوي قوي قوي. يمكن الطرحه دي من اغلى من الطرح اللي تعتبر سعرها غالي شويه عندهم. دي كانت ب300 تقريبا او 320، بس طبعا الخامه حلوه جدا، بس تخافي عليها من اي حاجه، يعني ممكن تتنتش منك بسهوله. ما تحطيش فيها دبابيس كتير، تغسليها على ايدك، الكلام ده كله. عندهم الطرحه دي اللي هي اسمها شيفون او شيفون كريب. الطرحه دي اخدت ضجه كده من فتره، اللي هي عامله زي الوايت ماربل او عامله زي الرخام شويه، اخدت ضجه. انا يعني انا كآية ما حبيتش النقشه دي على وشي، يعني حسيت ان هي معرفش، يعني حسيت ان في حاجات كده معينه بتحس ان هي لايقه عليكي او لا، وفي حاجات معينه كده تحسي ان لايقه على الناس بس مش لايقه عليكي، فعادي يعني. كمان الطرحه دي من عندهم، وده شكلها، هي من الشيفون كريب الناشف، فدي ممكن تبقى حلوه في الشتاء اكتر. ودي سكارف، يعني دي طرحه كده مربعه عادي. انا ساعات بحب البسهم كده على راسي زي لفات طرح الاتراك، وفي ناس بتحب تلبسهم ان هي ترجعهم لورا، حسب انتي راحتك ايه. ودي كمان تقريبا كان سعرها 100 جنيه. لذيذ بقى ان لوفال بقالهم سنتين كده بيعملوا لبس، ومش لبس يعني، هو ما بقاش محل لبس، لا هو بيعملوا لبس اللي هو الحاجات البيزك، كارديجنز، بنطلونات، مايوهات بوركينيز، مايوهات محجبات بوركينيز، و اللي هو التيشيرت الابيض، الشميز الابيض اللي كلنا بنحتاجه، والكلام ده كله. اول ما افكر اشتري لبس بقى دماغي تروح على طول على المحلات، شويه براندات كده مصريه، من اولهم لوفال، لان انا جربت منهم اللبس الصيفي وجربت منهم اللبس الشتوي، والاتنين عجبوني جدا. التقفيل حلو قوي، والالوان حلوه، والخامه كويسه، والاسعار اهم حاجه. طبعا كل الكارديجنز تقريبا اللي عندي من عندهم. ده كده كارديجن قماشته، مش عارفه القماشه دي اسمها ايه، قماشه ما بتحررش كده، اسمها سي واي او واي سي، انا مش فاكره اسم القماشه. حلو جدا جدا في الصيف. بس انا بالنسبه لي يعني كانت الفكره في الكم ان هو واسع جدا جدا، فانتي لازم يا اما تلبسي حاجه تحتيه بكم، يا اما دراعك كله هيبان، يعني لو رفعتي ايدك كده السلام عليكم هتلاقي الكم جه لحد هنا. هو الستايل بتاع يعني كانه هو كارديجن بس ستايل الكفتان ده، فاهمين؟ اللي هو بيبقى الكم كبير قوي كده. فانا سبت ده زي ما هو كده، لاني بلبس تحتيه عادي بادي بكم،
لكن جبت منه برضو نفس الكارديجان بس دي قماشه مختلفه الصراحه. بصوا في فرق في القماشه، هي دي مش واي سي، هي دي قماشه كده تحسوا ان هي فيها خطوط كده مش عارفه اسمها ايه الصراحه، بس القماشه دي احلى. ده برضو كان نفس الفكره، اللي هو الكم الكبير جدا، وانا وديته للترزي وخليته على قد دراعي بالظبط. بصوا يعني خليت الكم على قد دراعي كده علشان ما اضطرش ان انا البس تحتيه حاجه، يا دوب بس البس حاجه قط او نص عشان تبقى بيزك من قدام وبس كده. اسعار الحاجات دي كان يتراوح من 500 ل 600 الكارديجان. اللون اللي هو الهوت بينك ده او لون الفوشيا، احنا كنا بنقول عليه فوشيا زمان، هو دلوقتي بقى اسمه هوت بينك ماشي. برضو نفس الكلام، الكم اللي هو كده ده، بس انا بضيقه شويه عند الترزي لو محتاجه، ده ما ضيقتوش. دي القماشه دي قلت لكم احلى من القماشه اللي هي زي دي كده، مش عارفه اسمها ايه الصراحه. انا جبته السنه اللي فاتت والحمد لله ان اللون الفوشيا مكمل السنه دي. انا السنه دي تقريبا لبسته اكتر من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان لسه اللون جديد فايه، فاللي هو طب البسه طب ما البسوش طب مش عارفه، لا السنه دي اتجرأت بقى واي لون ما كنتش بلبسه بقيت بلبسه عادي. غير الكارديجنز بقى عندهم زي بلوزات، ده شكل البلوزه مثلا، بس انا حطها بالمقلوب عشان ما تتوسخش. هي بلوزه كده طويله واوفر سايز وقصيره من قدام وطويله من ورا. عايزه اقول لكم ان دي من ساعه ما جبتها وانا تقريبا بخرج بيها كل يوم. موجه الحر قوي اللي كانت دي كنت بخرج بيها تقريبا كل يوم. اللون الابيض ده لون جميل وبارد على الجسم كده، ما بيحررش كده، ولون جميل، والبلوزه اصلا اوفر سايز، فاللي هو ايه هوا هوا هوا. نتكلم بقى عن البيزكس اللي في الفوال. في نوع اللي هو بيبقى زي قطن ليكرا، يعني مكتوب عليه من هنا 92% فيسكوز و8% ليكرا، وده شكله يبقى ليه كده نص رقبه عشان رقبتك ما تبانش وانتي لابسه طرحتك. بتتلبس تحت اللبس، بتظبط شكل اللبس وبتحميكي بقى من الحر وبتظبط شكل اللبس، يعني دي ضروريه لاي واحده محجبه. بقى النوع التاني اللي هو بيبقى مضلع كده، ده لسه نازل جديد، مضلع بالطول كده، ده قماشته اتقل شويه. ده يعني انا بشوف ناس بتلبسه وبتخرج بيه غير محجبات، او المحجبات ساعات بيلبسوه ويبينوا منه حته، مثلا لو انتي لابسه جاكيت او حاجه. ده مش شفاف قوي بصراحه، هو شفاف بنسبه 10%. فالالوان الغامقه منه ما بتبينش حاجه، بس اللون الابيض منه بحس ان هو يعني لا مش هينفع يتلبس لوحده، فاهمين قصدي؟ برضو ليه رقبه من هنا، مش عارفه ليه رقبته كبيره قوي الصراحه كده، بس انا حسيت ان هو بيمط في الغسيل، فده ممكن تغسليه مش في الغساله، تغسليه على ايديكي. ثالث نوع بقى وده اللي انا لسه جايباه قريب، ده سعره بصوا الاسعار يعني تقريبا الواحد من دول ب150، ده 310، مختلف عن التانيين خالص. ده بقى اللي ممكن يتلبس ويبان ليه، لان قماشته نفس قماشه الكارديجان، القماشه اللي كنت بقولكوا عليها اسمها سي واي، وبصوا بيبقى مبطن لحد هنا كده، فعلشان لو انتي مش عايزه تلبسي حاجه من تحته فده بيتلبس مثلا وتلبسي عليه الكارديجان، تلبسي عليه الجاكيت الجينز، فبيديكي وطوله مغطي. اوكي انا طويله وده يعتبر مغطي، فدي قطعه حلوه جدا جدا واساسيه. عيبها الوحيد بالنسبه لي ان هي رقبتها واسعه، فممكن يعني رقبتها واسعه ديكولتيه شويه. لو كانت رقبتها اصغر من كده وليها سوسته من ورا كانت هتبقى عمليه مناسبه اكتر للمحجبات. لو كانت رقبتها اضيق من كده شويه وتتفتح من ورا بسوسته او بزرار يعني، بس لكن هم عاملينها الرقبه واسعه قوي كده عشان تلبسيها على طول. قلت لكم هم عندهم برضو اسدالات وعندهم بوركينيز، بس انا بصراحه ما جربتش من عندهم بوركينيز، جربت من عندهم الاسدال اللي هو اسمه فيسكوز. مشكله الفيسكوز ان هو بيكش مع الغسيل، ولما بتكويه بيتفرد، محتاج دايما يتكوي لان هو بيتكرمش بسرعه جدا. فانا لو صليت وحطيت الاسدال كده او ما طبقتوش او اي حاجه تمسكيه كانه طالع من الغسيل. لو هتجيبوا من عندهم اسدالات هاتوا اسدال يا اما يكون ستان، الستان شيك جدا جدا جدا، بس مش كل النقشات بتعجبني في الستان. او هاتوا اللي هو الليكرا اللي هو بيمط ده عمره بقى ولا بيكش ولا بيكرمش ولا اي حاجه. بس كده
بالنسبه للبس الشتوي فانا جربت من عندهم كذا حاجه، بس طبعا هما مش موجودين قدامي لان الشتاء متخزن. عندهم الجواكت كواليتي حلوه بجد في الشتاء، حاجه الشتاء حلوه واسعارها كان حلوه قوي، ما كانش في حاجه معديه ال 900 جنيه. معرفش بقى الاسعار اللي جايه الشتاء الجايه هيبقى ايه النظام. الفيديوهات اللي انا بعملها عن البراندات دي بحاول ان احنا يعني نتكلم شويه عن البراندات المحليه، البراندات المصريه. بص عايزه اقولك على حاجه، المحلات العاديه اللي هي مش براندات، المحلات العاديه اللي موجوده في اي مكان، الشارع اللي جنبكم، الاسعار فيها بقت اوفر صح؟ فلو هنفكر يبقى نجيب حاجه براند نفس السعر بدل ما نجيب حاجه يعني مش براند. فاهمين قصدي؟ هما الحاجه براند ومعروفه وفي ايدي فاتوره واقدر ارجع لهم، ولو في ديفو او لو في حاجه مضايقاني بعرف ارجعها وبعرف الاقي حد اتكلم معاه، غير لما تبقى براند مش معروفه كده فكل اللي هتملكيه ان انتي مثلا لو القطعه ما عجبكيش هتروحي ترجعيها وخلاص. لا، دول براندات بتخاف على اسمها ودايما بتطور من نفسها. فانا بحب فكره البراند. في فروع من لوفوال بقى فيها زي بروفا صغيره كده تقدري تقيسي فيها الحاجه، فدي حاجه حلوه جدا جدا جدا، لان في حاجات كنت بشوفها على الصور او على المودلز واجي اجربها احس ان هي ما عجبتنيش على نفسي، فبضطر بقى ان انا اروح مشوار تاني للمحل عشان ارجعها وابدلها وهكذا. لكن موضوع البروفا ده فرق جدا جدا جدا. هما دلوقتي يعني معظم الفروع الجديده اللي بيفتحوها بيعملوا فيها ميني بروفا كده صغيره بس حلوه، يعني وفرت عليكي ان انتي تروحي وترجعي ومشاوير وفلوس. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، استمتعتوا وتتفرجوا عليه، استفدتوا منه باي معلومه ولو كانت صغنونه. اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله في احسن حال. كان معكم آية سليمان، شكرا ليكم، سلام عليكم.